السادة محبي الدوري المصري، أهلا بكم. ماتش بعنوان حصار الأهلي لم يكتمل. حارس مرمى المصري يحرم الأهلي من الزحام على صدارة الدوري. مباراة بنتيجة 0-0 الأهلي والمصري. هنقدم حلقة تحليل مختلفة، هنقول الكلام اللي كل واحد فيكم كان عايز يقوله بعد المباراة. يلا بينا على التحليل. النادي المصري حقق هدفه من المباراة، هو نازل ياخد نقطة واحدة. ازاي؟ عمل بلوك في نص الملعب، قفل المساحات، كان متمركز، كانش بيضغط كتير، مفيش رغبة من لاعبي المصري في الهجوم او التحولات الهجومية. معظم التحولات الهجومية اللي اتعملت كانت غير مكتملة. كان البحث جاري عن دغموم طول الماتش، لعيبة المصري بتحاول تباصي الكرة لدغموم ولكنه كان خارج الخدمة. مفيش الرغبة زي ما قلت في الفوز. اول ظهور للنادي المصري كان في الدقيقه 74 من ضربه حره غير مباشره على خط 18 النادي الاهلي من ناحيه الشمال. تخيلوا ماتش كامل 90 دقيقه النادي المصري ما راحش عند الشناوي غير مره واحده تقريبا فوق العارضه. النادي المصري عنده مشكله واضحه جدا في قلب الدفاع ما بين محمدي وصبحي. لولا تغطيه نص الملعب وحارس مرمى المصري عليهم كان زمان في اهداف كتير وكنا شفنا الماتش بشكل مختلف. في حوالي 4 كرات او 5 كرات كانت بتطلع غلط، باص غلط بيطلع من تلت الدفاع للنادي المصري اللي كان بيحاول يستغل ده النادي الاهلي، وفعلا استحوذ على الكره الاربع او 5 مرات دول وكان بيمثل خطوره على مرمى المصري. دغموم ومنذر النهارده غابت ادوارهم بسبب كوكا وديانج ومروان. طول المباراة الأهلي بيحاول يدور على ثغرات في دفاعات النادي المصري، وكان بيدور على الثغرات ديت في عمق الملعب. صراحة المصري كان متمركز في عمق الملعب بكثرة عددية زي ما انتم شايفين. طول الوقت الأهلي بيدور لعب، بيحاول يوجد المساحات دي والتزام لعيبة المصري بمراكزها. دفاع المصري النهاردة 5-6 كور طلعوا بنفس الشكل دوت. كرة بتتلعب غلط من صبحي تتقطع بمنتهى السهولة من نص ملعب. النادي الاهلي افضل النهارده شويه من المباريات اللي فاتت، افضل انتشار، افضل ضغط، تنوع الهجوم من عرضيات لكور اختراقات من اليمين ومن الشمال من العمق. الاهلي راح للنادي المصري 22 مره، منهم 5 أو 6 مرات هم اللي اكتر خطوره، ولكن ما تمش استغلال الفرصه دي بسبب تفوق حارس مرمى المصري وبسبب عدم الانهاء السليم للهجمات دي. تروب كان شايف مشكله قلب دفاع نادي المصري وحاول بالفعل تكثيف عدد اللعيبه في قلب الملعب. كان بيعتمد على الاختراق من القلب والتسديد. شفنا اكتر من تسديده للهاني والمروان ولديانج والتريزيجيه في بعض الاحيان. تغييرات المراكز بتحتاج وعي تكتيكي وتدريب. النهارده لتاني مره حصل تغييرات في المراكز للعيبه كتير في الملعب. ممكن تكون التغييرات منطقية. شفنا كوكا بيدخل من الباك الشمال بيدخل في نص الملعب، وشفنا أحمد عبد القادر نزل جناح يمين وبعدين رجع في نهاية المباراة بقى جناح شمال. شفنا بن شرقي نزل مهاجم صريح وبعدين رجع جناح شمال. يعني اللعيبة لعبت في أكتر من مركز. عندي تعليق على تغيير ديانج طلع بره الملعب اتغير ودخل مكانه كوكا تقريبا نسي مهام نص الملعب، ما قامش بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه ديانج في الدفاع او في الهجوم. ديانج كان قوي، كان المفروض يكمل المباراه وكانت تبقى تغيير عاديه جدا، يعني تغيير مركز بمركز، يطلع كوكا وينزل مكانه شكري. الاهلي كان بيحاول يعمل اختراقات من قلب الملعب. ادي واحده اهي من مرعي لجراديشار من قلب الملعب، وادي كره تانية راح بيها طاهر برضو اختراق من قلب الملعب، وادي التالتة زيزو عرضها رجعت خدها ياسر شوطة من قلب الملعب، وادي كرة رابعة اهي محمد هاني شوطة برضو من قلب الملعب. ديانج حالاته كتير في تحولاته وقطع كورته وتحولات من الدفاع للهجوم، ونرجع في الاخر نقول ديانج
ما بيعملش تحولات هجومية. ديانج افضل لاعب في النادي الاهلي، بيقطع كورة وينقل الفرقة بتحول هجومي خطير. رأيي الشخصي، كابتن نبيل كوكي نجح في هدفه بالتعادل مع النادي الاهلي، ما قدرش يقدم اي شكل هجومي النهارده، وكان واضح جدا انه جاي ياخد نقطه. ريتم النادي الاهلي من دقيقه 75 هدي او وقع، اما بسبب عامل بدني او بسبب التغييرات التكتيكيه والادوار التكتيكيه اللي حصلت كتير في الملعب. تروب كان مصر الاختراق من عمق الملعب، ريح لعيبه نادي المصري لانه ما كانش بيعمل استرتش للملعب، خلاهم محافظين على تماسكهم وعدم فتح مساحات او خلق مساحات للعيبه نادي الاهلي، اللي كانت الباكات بدل ما تعمل استرتش الملعب وتفتح الملعب وتوسع الملعب لحد الخط النهايه، كانوا بيدخلوا جوه الملعب، وده ريح نادي المصري كتير. مباراه متكتفه بفرص لم تستغل من قبل نادي الاهلي. سؤالي للساده المشاهدين، هل المصري يستحق التعادل النهارده؟ ده كان تحليلنا لمباراه اليوم. لو عجبك الفيديو شير ولايك، واستنوني في تحليل جديد ان شاء الله.